اخبار مفرحه داخل نادي الزمالك وبرضه اخبار مفرحه داخل النادي الاهلي بموضوع الصفقات. فالفيديو ده فيه كميه اخبار مفرحه للاهلي والزمالك. صلى على النبي كده واخبط اللايك وتعالى لي ونبدا باول حاجه بالخبر المفرح للاهلي. جبنا صفقه يا جماعه، جبنا صفقه يا عم الحاج، جبنا صفقه يا فلان. عمرو الجزار اهلاوي، عمرو الجزار اهلاوي تمام بمقابل 60 مليون. هتيجي تقول لي يعني ايه ده؟ اقول لك يا باشا اي حاجه، احنا عندنا في خط دفاع مفيش. عمرو الجزار ده انا كنت نفسي، انا كان لو جيت سالتني اقول لك انا كان نفسي نجيب محترف في الدفاع، بس على الله اشرف داري، يعني على الله اشرف داري. فالاهلي خلاص خلص في عمرو الجزار ب 60 مليون يا برنس، خلاص رسميا عمرو الجزار اهلاوي. وعندك احمد رضا يعني اعاره البنك الاهلي، وقفشه اعاره الى الاتحاد السكندري. دول كده ايه الاخبار بتاعت الصفقات بتاعت النادي الاهلي. طب ايه خبر تاني برضو في الاهلي؟ اسد الحملاوي، اسد الحملاوي بيقترب وبشده ان هو يكون مهاجم النادي الاهلي. تمام. فكره المهاجم ده، موضوع المهاجم ده يا جماعه عامل لي صداع. يعني انا موضوع المهاجم ده، المهاجم اللي يكون للنادي الاهلي لغايه دلوقتي عامل له صداع. انا لغايه دلوقتي كاهلي انا مش عارف اجيب مهاجم، انا لغايه دلوقتي كاهلي مش عارف اخلص في مهاجم. فاسد الحملاوي هو الاقرب لغايه دلوقتي ان هو يكون مهاجم النادي الاهلي. تمام. ده كده ايه موضوع النادي الاهلي. اما موضوع نادي الزمالك يا برنس، اول خبر معانا داخل نادي الزمالك بخصوص ارض اكتوبر، بخصوص ارض اكتوبر. خلاص يا برنس، الاقرب لغايه دلوقتي ان نادي الزمالك هياخد ارض بديله وفي اكتوبر. نادي الزمالك هياخد ارض بديله وفي اكتوبر. وقال لك كمان في ارض تانية ان نادي الزمالك مش عارف يفتح نادي في المنيا ولا فين، في حته في الصعيد من تحت. نادي الزمالك هياخد ايه؟ هياخد حته ارض وهيبدا ان هو يفتحها نادي هناك. تمام. بس الارض اللي هتكون بديله لنادي الزمالك هي هتكون برضه في اكتوبر، ونادي الزمالك ياخدها. ده اللي لغايه دلوقتي المطروح والاخبار اللي موجوده ان نادي الزمالك هياخد ارض تانية. تمام. برضو بخصوص الصفقات، برضو نادي الزمالك بيتحرك في حوار الصفقات. لسه ما فكش حوار القيد والكلام ده كله، بس نادي الزمالك يعني شغال. انا قلت لك قبل كده على موضوع بنتايج، قلت لك قبل كده على موضوع بنتايج وانتقاله الى نادي بيراميدز. نادي بيراميدز عاوز ناصر ماهر وعاوز بنتايج، ونادي الزمالك برضو محتاج صفقات يعني. ففي كلام مطروح لغايه دلوقتي ان لو حل الزمالك ازمه القيد بتاعته، ان نادي بيراميدز ياخد ناصر ماهر وياخد بنتايج، ونادي الزمالك ياخد منهم 3 لعيبه. ومن ضمن ال3 لعيبه دولت اللي معروف اسميا لغايه دلوقتي هو يوسف اوباما، هو يوسف اوباما. فهنشوف الكلام ده كله في الساعات اللي جايه، هنشوف الكلام ده كله في الساعات اللي جايه باذن الله تعالى. تمام. لان في اخبار وفي مواضيع. خلاص انت في يناير يا باشا، انت في المعمعه، اللي عاوز يجيب حاجه بيجيبها. وصلنا لغايه نهايه الحلقه. ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد. السلام عليكم.